أمثال زمان، ألغاز ومحاجيات وبقالات لسهرة رمضانية وقصص وحكايات شعبية. ناس زمان في رمضان ومعاها السهرة تزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليك. خير. اليوم رانا في برنامج نسمات رمضانية في حصة ديال الناس زمان بأمثلة شعبية. شغل أعطينا مثل شعبي يقولوا يتداول في الحياة اليومية. يقول المثل كاين المثل اللي يقول لا تعطيك الدنيا سلف منها. شي يقصدوا بها؟ يقصدوا بلا صاحب كل أعطاك الخير سلف منه مد منه أعطيه. قل على السرعة اللي يخف جاك خبره، يعني الإنسان اللي يسرع وكذا يجيك خبره، يعني بالحزن ما يبقى في الواد غير حجاره. شي يقصدوا بها؟ ما يبقى في الواد غير حجاره، يعني نزيدوا نقدروا نشرحوها نقدروا نقولوا كما كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بريق ما راهي تحت. بكري العبد باش يسافر فوق الطياره عمود وفوقه جراره وملاحقه من الفرق. ما يقول لك لا يغرك نوار الضفله في الواد داير ضلايل، ولا يغرك زين الطفله حتى تشوف الفعال. وش يقصدوا بها؟ يقصد لك بها يعني ما تحكمش على الحاجه يعني على برا، تشوفها من الداخل الاصل تاعها وش يعني كما نقولوا كيفاش دايره تما عاود شكلها رب. ايوه، صاحبك على سلم ما تلحسوش كل. كان صاحبك على السلم ما تلحسوش. وش يقصدوا بها؟ يقصد كان انسان فيه الخير ما تبروفيطيش عليه ياسر. ولد الناس لا تربيه يكبر يولي الناس. وش يقصدوا بها؟ هذا يقول لك ولد الناس ما تربيش، خاطرش ديجا احنا في الدين الاسلامي ما عندناش هذه تاع التبني، راهي حرام. ولد الناس ما تربيش، شي دور ويكبر يولي يحوس على اهله ويحوس على الناس. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله. ويقول لك يا الرايح وين مسافر تعيا وتولي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا. صح رمضان ماذا به يجي. المثل تاع اليوم يقول لك اضرب النح. اضرب النح ايش معناه؟ اضرب النح يعني ما تضرب النح عليها وخلاص. نح يعني طلوا اهرب، المهم ما تفيقش وخلاص. اضرب النح محسوب. شوف واسكت. طيب اسكت على هذه الحاجة، ضرب النحى اسكت عليها. معناتها كي تسمع حاجه معناها من غير ما تخبر العباد، يعني نفهم هكاك. يقولوا ناس زمان ناس بكري يقول لك اللي مكتوب في الجبين مطرح العين.